اهلا بيكم في قناه فيلم قديم. لو لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. بيبدأ الفيلم بجلسة محكمة، وبتبقى هدى المحامية مقدمة بلاغ ضد مجموعة مستثمرين بتتهمهم بفساد، وبيبقوا بيشتغلوا في مجالات مختلفة وعاملين مشاريع استثمارية، من ضمنها عمارة سكنية ومستشفى وكباريه. المجموعة دي مكونة من رجل سياسي سابق اسمه رأفت، ونجوى الرقاصة، والدكتور رشاد اللي مارس مهنة الطب سنتين بس رغم إن عمره 50 سنة، وخشب الحنوتي. وبنروح لرجل السياسة اللي بيقرر يسافر اسكندرية، وهو على طريق السفر بتجيله أزمة صحية بسبب مرضه بالكلى، وبيكون في سواق عربية أجرة ماشي وراه، وبيشوف رأفت فقد الوعي وعمل حادثة، فبيركن وبينزل بسرعة السواق عشان يلحقه، وفعلا بيتنقل رأفت للمستشفى. وبيجي الدكتور رشاد ويبقى عايز ينقله من المستشفى دي، لكن الدكتور بيقول ان فصيلة دم السواق مطابقة لفصيلة رأفت، وهو دلوقتي محتاج نقل دم. فبيقول له رشاد انه هينقل السواق معاه، فبيتعصب السواق لانه مش بياخد رأيه حتى، وبيقرر يخرج من المستشفى، لكن رأفت بيترجاه عشان ينقذ حياته. وبيتم نقل الدم وبيخرج السواق، وبيكون اسمه قرشي، وبيروح للموقف اللي بيشتغل فيه، وبتتخانق معاه المعلمة صاحبة العربية عشان بقاله يوم كامل غايب، فبيتعصب قرشي وبيديها مفتاح العربية وبيسيب الشغل. وبنروح لرأفت واصحابه اللي بيدوروا على قرشي لانه ساب المستشفى فجأة، لكنهم بيلاقوا بياناته عند الإدارة، ويقدروا يوصلوا لعنوان بيته، وبياخدوه المستشفى رأفت، وبيعرفوا رأفت على بقية صحابه، وبيعرض عليه يشتغل عنده سواق خاص على عربيته، وفي نفس الوقت ينقله دم، وهيديله مبلغ كل شهر مقابل الشغل ده. وبيوافق قرش انه يشتغل سواق، لكن بيرفض انه ياخد مقابل نقل الدم، وبيقول لرأفت انه هيتبرع له بيه بدون مقابل كل ما يحتاج نقل دم، وبيتفقوا. وبيبدأ قرش شغل كسواق عند رأفت، وبتبقى المحامية هدى ساكنة في نفس عمارة رأفت، وبتكون عايشة مع باباها الدكتور. وفي يوم بتتخانق هي وقرشي على مكان ركنة العربية، وبنروح لرأفت اللي بيتفق مع دكتور رشاد ونجوى انهم يسرقوا كلية قرشي، وبيخبوا على خشب عشان بيتكلم كتير وممكن يفضحهم. فبيعملوا خطة هما التلاتة، وبيوهموا قرشي ان الزايد عنده ملتهبة جدا ولازم تتشال، وبيعملوا له عملية. وبيسافر رشاد ورأفت ونجوى ومعاهم الكلى اللي بياخدوا عليها التصريح عشان يعملوا عملية زراعة الكلى لرأفت. وبنرجع لهدى اللي بتسأل البواب على قرشي لانه بقاله فترة مش باين، فبيقول لها انه عمل عملية ودخل المستشفى، فبتروح تزوره وبتجيب له هدية، فبيتحرج منها قرشي جدا وبيعتذر لها عن معاملته ليها. وبيروح قرشي يستقبل رأفت في المطار بعد ما جه من السفر، وبيبقى فاهم ان رأفت كان بيعمل عملية بره مصر لكن مش عارف هي عملية ايه. وبيلاحظ قرشي ان معاملة رأفت اتغيرت جدا معاه، ومبقاش مهتم بتغذيته زي ايام زمان لما كان بياخد منه دمه. ولما بيأكد رشاد لرأفت انه بقى انسان طبيعي جدا ومش هيحتاج تاني لقرشي، بيقرر يرفضه من الشغل، فبيتصدم جدا قرشي وبيغمى عليه وهو في الاسانسير. فبتتفاجئ بيه هدى وباباها وبيطلعوه عندهم في البيت عشان يكشفوا عليه، وبيشك الدكتور في حاجة بعد الكشف عليه، فبيقرر ياخده معاه المستشفى. بعد كشف الدكاترة عليه بيكتشفوا إن قرشي من غير الكلى اليمين، وبيبلغوه بالحقيقة، فبينفعل جدا وبيجري على مستشفى رأفت وبيتهجم على رشاد، لكن بيقنعوا رشاد لما بيوري له الأشعة إنه دخل عملية الزايدة بدون كلى يمين أصلا، وإنه مخلوق كده. ولما بيرجع قرشي لوالد هدى وبيقول له الكلام ده، بيقول له إن الكلى مش موجودة بقالها شهرين تحديدا، يعني من تاريخ العملية، وإن الأشعة اللي وريها له رشاد مش بتاعته، وبيحاول يقنعه إنه يتقبل الأمر الواقع طالما الموضوع ما أثرش عليه. وبيعرض عليه إنه يشتغل سواق عنده عشان يخفف عنه، لكن هدى بتبقى مشجعة قرشي جدا إنه ما يسكتش وياخد حقه، وبتوعده إنها تقف معاه وتحاول تثبت اللي حصل له بالقانون، وبتنصحه يروح يعمل محضر بسرقة كليته. لكن طبعا في الاسم الضابط ما بيصدقوش وبيستهزئ بكلامه وبيطرده، فبيروح لمديرية الأمن وبيفتكروا الضابط مجنون، فبيطلب له مستشفى الأمراض العقلية. ولما بيحاول قرشي يهرب بيأمر الضابط عساكر الأمن المركزي إنهم يضربوه. ولما الخبر اتعرف، الحكومة قالت إن في جماعة مسلحة هجمت على مديرية الأمن، وبيتاخد قرشي على مستشفى الأمراض العقلية. وبتروح هدى المستشفى وبتأكد كلام قرشي إنه فعلا اتسرق منه كليته وإنه مش مجنون، فبتبلغ إدارة المستشفى النيابة، وبيفتحوا محضر، وبيوصل الخبر لرأفت وبيحاول يلحق الموقف قبل ما اسم المستشفى بتاعته يتقال في المحضر. فبيروح لدكتور عبد الجليل والد هدى وبيحاول يرشيه عشان يتخلى عن قرشي ويغير أقواله، لكن طبعا بيرفض، وبتتكتب الحقيقة في الجرايد وبتبقى فضيحة كبيرة لرأفت ولسمعة المستشفى. فبيسلط رأفت بلطجية يرش على قرشي وهدى وباباها مية نار، لكن مش بيتصابوا بيها، وبيصمم قرشي يطارد البلطجية دول، وبيقدروا يضربوه وبيجروا. وبتروح هدى تعمل محضر رسمي في رأفت، ولما بيجيله المحضر عشان ياخده على الاسم بيتصل بوزير الداخلية، فبيحاول وزير القضية للنيابة، وبيأمر وزير الصحة فتح تحقيق في الواقعة. وبيحضر دكتور رشاد تحقيق النيابة وبيقول إن الكلى كانت في حالة تعفن تام، واضطر يشيلها بدون موافقة المريض. وبيطلب رأفت قرشي عشان يتفاوض معاه، لكن قرشي بيهدده بالقتل وبيمشي. وبنرجع للدكتور عبد الجليل اللي بيحاول يوصل لميعاد سفر رأفت عشان يثبت إن الكلى اللي زرعها بره مصر هي كلى قرشي. وفعلا بيوصلوا لمكتب تصاريح المطار اللي بيأكد لهم تاريخ الرحلة ووجود كلى مع المسافرين، لكن بيلاقوا إمضة قرشي على الورق بالموافقة، وبيحاولوا يطعنوا في الإمضة، لكن قبل ما تتم الإجراءات بتكون عصابة رأفت سرقت المستند. لكن هدى بتبعت جواب للمستشفى اللي عملت العملية بره مصر تسألهم عن العملية، وبيقدروا يفضحوا حقيقة الدكتور رشاد إنه ممنوع من مزاولة الطب. وبيحاول رأفت تاني مع قرشي والدكتور عبد الجليل وهدى إنهم يدوهم نص مليون جنيه مقابل التنازل عن القضية، وبيكون قرشي بيسجل الكلام ده وبيقدم التسجيل للنيابة، وبتقرر النيابة تقديم التسجيل للمحكمة ضمن مستندات القضية. وبيتقدم رأفت ورشاد ونجوى وخشبة للمحاكمة، وبيطالب قرشي إن القانون يرجع له كليته لأن القانون بيرجع المسؤوليات لصاحبها، لكن طبعا طلبه غير قانوني، وإن المحكمة هتتعامل مع القضية كأي قضية، هيتحكم على المتهمين
وهيصرف تعويض للضحية. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم ريهام حشاد.